هل الطبع فعلا بيغلب التطبع؟ أهلا. لو كان الطبع هو جوهر الإنسان، فهل نقدر إن احنا نتجاوزه ونغيره، ولا هو أشبه بمصير محفور في أعماق كياننا وبيظهر في كل أفعالنا حتى وإحنا بنظن وفاكرين إن احنا قادرين نختار؟ السؤال ده رغم إنه سهل ويبان بسيط إلا إن معظمنا بيجاوب عليه بشوية إجابات محفوظة، لكن السؤال ده وراه كتير قوي. سؤال إجابته بتتغلغل في أعقد طبقات الوجود البشري، طبقات مليانة كراكيب وموروثات بيولوجية وجينات، طبقات بيتقابل فيها الوعي باللاوعي في صراع أبدي بين الثبات على الطبع أو التحول والحركة تجاه التغيير. بص يا سيدي، قرب شوية، لا أكتر ممان أكتر. الإنسان بيتولد شايل موروثات كتيرة جدا، مش بس من الجينات اللي بتحدد ملامح جسده وشكله ولون عينيه، ده كمان موروثات من أنماط نفسية وعصبية بتشكل استجابته وطباعه وردود أفعاله للعالم. من أول الميلاد الدماغ بيصنع مساراته الخاصة ويبدأ في رسم خريطة السلوك اللي هتصاحبه مدى الحياة. خد الأغرب، ده كمان في دراسات بتقوله بالإثبات والدليل إن مخ الجنين بيبدأ في تكوين مساراته الخاصة قبل ما يتولد، من وهو في رحم الأم. بيبدأ يستجيب لصوت الأم ونبرة كلامها، مستوى التوتر أو الهدوء، وكمان بيستجيب للهرمونات اللي في دمها خصوصا الكورتيزون. يعني لو الأم قلقانة طول الوقت، المخ الصغير ده بيتعلم إن العالم مكان مقلق، ولو الأم هادية المخ بيتعلم إن العالم آمن. وده مش بوعي ولا بذاكرة الجنين، دي برمجة عصبية وجينات بتتكون. إذن الإنسان قبل ما يتولد ويكون عنده القدرة على التفكير النقدي أو التحليل وإنه يشوف إيه المناسب ليه وإيه مش مناسب، بيكون عقله خلاص اتملى بأنماط جوه دماغه بدون وعي منه، من وهو في رحم الأم لحد أول 7 سنين تقريبا. فبتكون طريقة تفاعله مع العالم واستجاباته العاطفية وإحساسه بذاته وطباعه بتكون اتكونت في مراحل مبكرة جدا. وهنا بنفهم إن إحنا مش صفحة بيضاء بنكتب عليها كيفما نشاء، إحنا بنيجي للعالم بميل فطري تجاه أنماط سلوكية معينة، بعضها متجذر ومتغلغل في تاريخنا وجيناتنا، وبعضها اكتسبناه في الطفولة. عندك مثلا معظم الناس بتميل للعصبية، وآخرين للهدوء، وبعضهم بيخاف من التغيير، وبعضهم بيسعى ليه بجنون. فهل يمكن تغيير هذه السمات، ولا احنا مجرد امتداد لحتمية بيولوجية؟ بص يا صديقي وركز بقى في الكلام ده كويس جدا. عمرك اتفاجئت وانت نازل رايح مشوار معين وفجأة لقيت نفسك قدام المكان اللي انت رايح ليه ده من غير ما تكون واخد بالك ازاي وصلت؟ طيب لو حد فيكم عنده عربية، اكيد حصل معاك ولقيت في مرة من المرات انك نزلت وفتحت العربية وبعدين شغلتها وطلعت غير ما تكون مركز في التفاصيل. ده حصل ازاي وامتى؟ رغم ان اول كام يوم من الممارسة للسواقة بتكون مركز في كل تفصيلة حرفيا، فتحس كده بعد فترة من ممارستك لأي حاجة بتكون شبه إنها بتحصل معاك بعد كده تلقائي، كأن خلاص في حتة اترسمت في مخك وعملت مساراتها الخاصة لتكوين العادة دي. وبالظبط ده اللي بيحصل مع طبعك وردود أفعالك في المواقف، والرسمة دي في مخك بتكون عبارة عن تشابك معين بين خلايا ونواقل عصبية متوصلة ببعض اتكونت علشان مخك يوفر مجهود. ومن هنا بنبدأ نمسك أول خيط، وهو إن المخ بيميل للوضع الأقل طاقة، وحفر الرسومات والمسارات دي علشان يحميك ويوفر عليك مجهود ويكون جاهز لأي تهديد. هنا بقى هتقولي خلاص أنا مخي اتكون ورسم رسوماته الخاصة واكتسبت شوية حاجات في الطفولة وكده الطبع بيغلب التطبع. أقول لك صديقي اصبر شوية. سنة 1890 العالم ويليام جيمس بيتكلم في كتابه The Principle of Psychology إن الدماغ مش ثابت زي ما احنا فاكرين، وإن عنده قدرة عالية جدا على إعادة تشكيل نفسه بس بالتكرار والممارسة. وتيجي العالمة مريم دايموند سنة 1960 علشان تثبت الكلام ده حقيقي ولا لا. جابت مجموعة فئران عادية جدا ليهم نفس الخصائص تقريبا، نفس العمر، نفس الجنس، نفس الأكل، نفس الظروف، نفس الإضاءة والحرارة، وقسمتهم مجموعتين بالتساوي. حطت مجموعة في قفص مش بتعمل ليهم أي حاجة أكتر من أكل وشرب ونوم، لا لعب ولا ألوان ولا حركة، بعكس المجموعة التانية. خلاف الأكل والشرب والنوم كان فيه حركة ولعب وألوان بيتكرر كل يوم. وخد عندك شهر بس بعد الفحص لقيت إن القشرة المخية والخلايا العصبية والسمك بتاع حجم القشرة اتغير، بقى أسمك وأكبر وشغال بكفاءة أعلى عند المجموعة الفئران التانية دي. أيوة التغيير مش مجاني ومفيش حل سحري ولا طرق مختصرة، بس بالممارسة والتكرار تقدر تغير ده. أنا عايز أسألك سؤال، هل التغيير مطلق ولا محدود؟ حتى لو الطبع ممكن يتغير زي ما انت بتقول، فهل يقدر الانسان يتحرر منه بالكامل؟ بص يا شفيق، في اللي بيغير حياته بالكامل، بيبدل قراراته
يغير أسلوب تفكيره. بس في لحظة ما لما بيضعف أو بينجرح أو بيمر بصدمة بتلاقي نفسه بيرجع لطبعه الأولاني أكنه لم يتغير قط. طيب اللي بيعيش عمره كله بيهرب من ماضيه ومن نفسه بيكتشف في الآخر إن الطبع مش شيء بيتمسح، بيتعاد تشكيله فقط زي ما أنت قلت. عشان كده التغيير الحقيقي مش في استبدال الطبع بل في كيفية توجيهه أو استخدامه. بمعنى إن الغضب ممكن يكون قوة للأعداء، والخوف ممكن يكون حكمة، والانطواء ممكن يكون عمق وتأمل. فأنا رأيي الجواب على سؤال الطبع بيغلب التطبع مش بنعم ولا لا، هو صراع دائم يقدر الإنسان بالممارسة والتكرار، بس ما يقدرش ينفصل عن جذوره بالكامل. وده مش معناه إن الطبع سجن، بس برضه مش بحر مفتوح. تقدر تقول كده إنه شكل من أشكال القدر نقدر ننحته بإيدينا لو قليلا. علشان كده الإنسان بيحيا وسط الأحياء في معاناة شديدة، وسط الأحياء في معاناة شديدة. ماشي لسه بقلبك من غير ضمان على السنين. ضلمة يما دي طلعت ضلمة يما، الداري الدنيا ظلمة يما، وانا يا دوب محتاج لضمة ضمة ضمة. ضلمة يما دي طلعت ضلمة يما، الداري الدنيا ظلمة يما، وانا يا دوب محتاج لضمة ضمة.